يبرد خالص بدخله التلاجة ساعتين 3 عشان لو غطيناه وهو حتى لسه سخن شوية هتلاقوه عمل مية كده فوق الوش ومش هيبقى متماسك او مش هيديكوا الكرمشة اللي انتوا شايفينها دي. لكن لو هيبات لتاني يوم بغطيه ببلاستيك او لو عندك العلب اللي هي بالغطا بتاعتها. وادي شكله تاني يوم طبعا طالع تحفة زي ما انتوا شايفين الوش بتاعه عامل ازاي زي بتاع المحلات بالظبط وفاتح وكريمي وطعمه خطير. زينوه بقى بالطريقة اللي تعجبكم، في ناس بتحط عليه عسل، في ناس بتحط ايس كريم، اي مكسرات موجودة عندك. بصي القوام عامل ازاي، لا هو تقيل ولا هو خفيف ولا متماسك زيادة عن اللزوم، كريمي ولونه فاتح كده. انا متأكدة ان شاء الله لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم ومش هتشتروه من بره تاني. كفاية ان هو حاجة حلوة بتتعمل بسهولة كلها في حلة واحدة، مش بتاخد وقت ولا مجهود، وبيطلع كده حاجة ملهاش حل. وكده وصفة النهاردة خلصت، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.